وقبل ما نبدأ فيلمنا احب الاول افكركم بالصلاة على سيدنا محمد وكمان اللايك والاشتراك في القناة، وعلشان وجودكم كتير بيفرق معايا فياريت تكونوا مفعلين الجرس علشان اي ملخص جديد انزله يوصل لكم اشعاره على طول. وتعالوا مع بعض بقى نشوف القصة المؤثرة دي، بجد فيلم هيعجبكم قوي لانه كله اكشن واثارة وشوية دراما وعلى شوية رومانسية. بصوا هتنبسطوا كتير من الفيلم ده غير ان هو كله مفاجآت. طب تعالوا مع بعضنا نشوف ايه قصته بالظبط، بس علشان تستمتعوا معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهايه. وقبل ما ابدا فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدا معانا في شاطئ سيلاندا، ودي بتكون قريه فيها لاجئين من الهند، وبنشوف 2 اخوات كانوا عايشين مع امهم، وده بيكون اسمه شيفا وكان عايش هنا مع مرات ابوه، وده اخوه اشوك وبيكون دي مامته. ومامة اشوك هي اللي ربت شيفا وبتعتبره زي ابنها بالظبط. واشوك ده بيكون بيكره اخوه قوي بالرغم ان هما الاتنين من نفس الاب، بس كان بيكرهه علشان مامته دايما بتهتم بشيفا اكتر وسايباه هو لوحده. وشيفا بيحب مامة اشوك قوي وبيعتبرها مامته بالظبط، وبنشوفها هي بتديله سلسله وبتقول له انت هتبقى انسان ناجح قوي. واشوك لما بيشوف كده بيكون غيران منه وبيكون متضايق قوي وكمان بيتعصب عليه وبيقول له على فكره دي انا مش امك انت. وهنا شيفا بيعرف ان النهارده عيد ميلاد مامته وبيكون جايب معاه هنا منجايه من المزرعه وهو راجع من المدرسه. واشوك ساعتها بيشوفه وكان واقف مع مامته وبيقول لها ان هو سرق المنجايه دي. واما اشوك ساعتها بتعرف ان هو كذب عليها وسرق المنجايه وبتقول انا كنت فكرك انك هتكون راجل شريف وبتضربه ساعتها بالعصايه. واشوك ساعتها بيكون فرحان فيه قوي. ومامة اشوك كانت قاعده هنا وكانت قلقانه قوي على شيفا علشان خرج وما رجعش لحد دلوقتي. ومامة اشوك ساعتها بتقابل صاحب مزرعه المانجا وبتقول له معلش انا ابني الكبير سرق المنجايه دي، وهو بيقول لها ان هو استاذنه قبل ما ياخدها وما رضيش ان هو ياخدها كده ببلاش واشتغل عندي لحد ما جاب ثمنها. ومامة اشوك لما بتعرف كده بتكون زعلانه قوي علشان هي ظلمته وبتروح ساعتها تدور عليه وبتلاقيه ساعتها قاعد قدام البحر ده وعمال يعيط وبتقول له هو انت ليه ما اتكلمتش لما قلت لك احلف يا شيفا؟ بيقول لها سواء حلفت ولا لا انا ما بقولش غير الحقيقه وبس. وبعدها ساعتها هنا بيتصالحوا وبيخرجوا كمان مع بعض. لكن في نفس اليوم ده بيحصل هجوم هنا على القريه والقريه ساعتها كلها بتولع والناس كلها بتهرب منها. وشيفا هنا بيقول للناس ان بيدور على مامته وعلى اخوه كمان، بس الناس هنا بتاخده معاهم على المركب دي علشان يهربوا من القريه. لكن اشوك هنا بيستغل الموقف ده وبيقول لمامته ان شيفا اتحرق في الكوخ. ومامته هنا ساعتها بتفضل تعيط بعد ما عرفت ان شيفا خلاص مات. لكن في نفس الوقت ده بيكون شيفا راكب المركب دي وشايفهم من بعيد. وتاني يوم شيفا بيقابل واحد اسمه بدران وبيقسم معاه الاكل. والمركب ساعتها بتوصل هنا للمدينه دي وبنشوف واحد اسمه باجي وبيكون رئيس عصابه كبير قوي وبياخد اهل القريه كلها وبيشغلهم عنده وبيعمل لهم ورق اقامه كمان مزور وبيخليهم يمضوا على عقود الشغل. وواحد من اهل القريه بيعرف ان باجي ده بينصب عليهم وبيمضيهم هنا على شيكات علشان بعد كده يقدر يتحكم فيهم براحته. لكن باجي ساعتها بينادي على قطران هنا وبيخليه يقتل ابن الراجل ده، والناس كلها ساعتها بتخاف من باجي قوي علشان ممكن يقتلهم هم كمان زيه. وباجي هنا بيقول للراجل ده اللي بيعترض هنا بنقتل قرايبه. وبنعرف ان باجي ده شغال في تهريب البضايع وهو بيتحكم في اي بضاعه داخله او خارجه من المينا. وشيفا بيكون شغال معاه كمان. وبعد مرور 12 سنه بنشوف المركب دي وعليها بضاعه هنا في الميه، والقبطان المركب ساعتها بيقول لهم اطلعوا يلا، فبيطلعوا. وبنشوف ان ده شيفا بعد ما كبر. وبنعرف ان القبطان خطفهم وسرق منهم البضاعه، لكن شيفا بيكون مخبي البضاعه ومش عاوز يقول للقبطان على مكانها. وفجاه بتعدي سمكه قرش هنا جنب المركب، والقبطان ساعتها بيهدد شيفا ان هو هيقتله لو ما قالوش على مكان البضاعه. والقبطان بيمسك شيفا هنا وبيعوره في رجله علشان سمكه القرش تشم ريحه الدم. واول ما شيفا هنا بينزل الميه وقتها القرش يهجم عليه، فبيركب شيفا هنا فوق القرش وبيدخل فيه هنا في مروحه السفينه وبيقطع دراعه. وشيفا بيهرب منهم وبيطلع على المركب تاني وبيهجم على القبطان هنا ورجالته وبيخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبيقدر ساعتها ان هو يفك اصحابه وبينقذهم كلهم وبيخرج كمان البضاعه من تحت الميه. وهنا بنشوف بدران بعد ما كبر وبيرجعوا المدينه التاني مع اصحابهم ماهش. وماهش ده بيقابل اخته في السوق وبتكون رايحه هنا المدرسه وبيقعدوا كلهم يتكلموا. وبنشوف ولد صغير شغال وبنعرف ان هو بيشتغل عند قطران وعنده واحد كمان وبيعمل كل ده علشان يصرف على مامته اللي نظرها راح. وشيفا بيشوف الولد الصغير ده بياكل مامته وبيتاثر جدا بيه وبيفتكر لما كان اشوك هنا كانت قاعده معاه وكانت بتاكله. وهنا باكي بيكون ماشي هنا مع قطران وبيتفق معاه على الحمله الانتخابيه بتاعه نيدو. وشيفا واصحابه هنا بيروحوا ياخدوا منهم فلوس البضاعه. وماهش بيقول للمساعد احنا محتاجين زياده في المرتب، وبيقول لقطران ان اخته محتاجه فلوس المدرسه. وقطران بيقول له لما تكبر شويه هاخدها منك وهبقى ادفع لك ثمنها. وشيفا بيتعصب
بيتعصب قوي عليه وبيكون عاوز يضربه، وبدران ساعتها بيمشيهم هنا كلهم من المكان علشان ما يتخانقوش، وبيفضل يتخانق هنا مع اصحابه علشان اللي حصل مع قطران، وبيقول لهم لو عملنا مشاكل معاه باجي هيخليه يقتل كل قرايبنا، وبيدي ساعتها ماهش هنا فلوسه، وبيقولوا لازم نسيطر على نفسنا شويه. وشيفا بيكون متضايق قوي علشان مش قادر يستحمل ظلمهم ده. ودي نايلي وبتروح تقعد مع صاحبتها هنا وبتقول لها انا كل شويه بشوف بنت وولد مع بعض وبقفشهم كمان مع بعض علشان ابتزهم. وبتروح تشوف ولد وبنت هنا مع بعض، وشيفا بيكون معدي من جنبها بالصدفه وبيشوف ان نايلي بتشاور، واول ما بتشوفه ساعتها قدامها بتتخض، وصاحبتها بتفكره انه ده متحرش وبتهزقه، وشيفا بيفكروا من دول مجانين وبيسيبهم وبيمشي. ونايلي بتكون معجبه بيه قوي، وشيفا ساعتها بيروح هنا السجل المدني وكان رايح هنا يدور على مامته واخوه، وبنعرف ان هم راجعين هنا من سيلاندا وبياناتهم هنا كانت ضايعه ومحدش يعرف عنهم حاجه خالص. والموظف بيقول له ان هو ساب الشغل وان في بنت ماسكه هنا مكانه، وبيطلب منهم انهم يقدموا طلب تاني يمكن يكون في امل. وبنعرف ان نايلي هي اللي اشتغلت مكان الموظف ده، وبتتفاجئ اول ما بتشوف شيفا داخل عليها المكتب، وبتفتكر ان هو جاي يعاكسها، وهو بيديها ساعتها الجواب اللي فيه الطلب علشان يلاقي مامته، وهي بتكون مفكره ان دي رساله حب، وبتاخد منه الجواب هنا وبتطرده، وبتكون متعصبه منه قوي وكمان بتقطع الجواب. وبدران هنا بيقول لشيفا ده شكلها مجنون يا عم. وبيكون الوزير نايدو هنا عامل اجتماع في الحزب، وبيقول ان هو هيخش الانتخابات السنه دي وهيكسب، والناس ساعتها بيقلبوا عليه هنا في الاجتماع علشان بيدعم هنا باجي. وده بيقوم وبيقول ان باجي ده نصاب وكمان بلطجي، وباجي بيتعصب وبيقوم يضربه قدام رئيس الحزب، ورئيس الحزب اول ما بيشوف كده بيتعصب عليه فبيضربه هو كمان. وساعتها نايدو بيفضل هنا يدافع عنه علشان ما يعملش مشكله في الانتخابات، ورئيس الحزب هنا بيهدد باجي ان هو هيدمر كل مستقبله. وفي نفس اليوم باجي هنا بيتكلم اخو بهاري وبيقول له ان رئيس الحزب خرجني من الانتخابات، وبهاري بيكون عارف ان رئيس الحزب ده مسافر بكره مع عيلته. وبعدها بنشوف خبر موت رئيس الحزب ده في الجرايد، ونايدو بيخاف اكتر من باجي لما عارف ان بهاري هو اللي قتله، وبيقرر ان هو يكون في صفه علشان بيكون خايف منه قوي. وهنا نايلي بتكون هنا شايفه شيفا وكان بيراقبها من بعيد، وبيفضل يتحايل عليها علشان تقبل الطلب اللي هو قدمه. ونايلي بتكون مفكراه ان هو عاوزها تقرا رساله الحب تاني، وكل ما بتشوفه في مكان هنا بتهرب بسرعه. وبعدها شيفا هنا بيخطفها وبيهددها بالقتل، وبيقول لها وانت شايفاني متسول قدامك ومش عاوزه ترد عليا ليه؟ ونايلي ساعتها بتخاف منه قوي وبتكون مفكره ان هو عاوز يغتصبها، وبيقول لها ان هو بقاله 12 سنه بيقدم على الطلب ده، وكل مره طلبه ده بيترفض علشان ما حدش عاوز يتعب ويدور على بيانات مامته واخوه اشوك. وهي ساعتها بتقول له ايه ده، هو انت كنت عاوز بيانات مامتك واخوك؟ انا كنت مفكرك عاوز حاجه تانية. ونايلي ساعتها بتروح مع المكتب وبتحاول هنا تدوروا على البيانات، وبتلاقي ساعتها استماره قديمه هنا باسم مامته في السجل. وشيفا بيكون فرحان قوي اول ما بيشوف هنا صورتها، وبيقول نايلي ان هو عاوز عنوانها، فهي بتقول له ان عنوانها مش مسجل هنا، فبيقول لها خلاص انا عاوز الصوره دي. ونايلي بتكون خايفه قوي علشان ده طبعا ممنوع، لكن بعد اصراره هنا بتديله الصوره، وشيفا ساعتها بيشكرها هنا وبيمشي. وهنا اخت ماهش بتكون راكبه هنا الاتوبيس مع اصحابها، وبيكون في واحد متحرش هنا عمال يبص عليها، وبيطلع ازازه حبر هنا احمر وبيرمي الحبر هنا عليها، والبنت بتنزل من الاتوبيس علشان كل الناس هنا بيضحكوا عليها، واخوها واصحابه هنا بيستنوها عند المحطه وبيشوفوها وكانت عماله تعيط، وبيعرفوا منها كل حاجه، وبيطلعوا الاتوبيس هنا وبيدوروا على الولد ده اللي رمى عليها الحبر. وشيفا بيوقف الاتوبيس كله وبيشوف ايد الركاب، والولد ساعتها بيلاقي ان في ايده فيها حبر، فبيحاول ان هو يهرب من الشباك بسرعه، بس شيفا بيطلع يجري هنا وبيمسكه وبيضربه هو واصحابه. ومش بس كده، ده بيودوه كمان للحلاق هنا وبيخلوه يحلق له شعره كله. وشيفا لما بيحط ايده هنا في جيبه مش بيلاقي صوره مامته، فبيقول لاصحابه هنا، وبيكون متضايق قوي لان دي بتكون اخر صوره ليها. وبنعرف ان الولد المتحرش ده هو اللي سرق الصوره، وبيكون مصدوم هنا اول ما بيشوف الصوره، وبيقول ان اللي في الصوره دي تبقى مامته هو مش مامه شيفا. وبنعرف ان هو اشك اخو شيفا، بس ده لما كبر. وفي نفس اليوم ام اشك ساعتها بتفتكر هنا ذكرى وفاه شيفا، وبتلاقي اشك هنا وصل المكان وحارق شعره كله، وبيقول لمامته ان هو حلق كده علشان ذكرى وفاه اخوه، وبيمثل ان هو متاثر قوي بموته وبيكتب عليها. واشك بيقول انا قدرت ان انا اقنع ماما ان شيفا مات بقاله 12 سنه، لكن ما قدرتش ان انا امسح كل ذكرياته هنا من دماغها. وبيقول ان هو لازم يلاقي طريقه علشان يقتله بيها، وبيرمي البتاعه دي ساعتها. ونايلي هنا بتروح تقابل شيفا في السوق، وبتروح تسال عن واحده اسمها فيلاشي، ونايلي بتقول له ان اخوها بعت لها دعوه من دبي، والولد الصغير ده بيكون فرحان قوي علشان والدته هتسافر وهتعمل عمليه كمان، ووالدته هنا بتكون خايفه قوي من قطرات علشان ده هو اللي هيمنعه من السفر. وشيفا بيقول لها انا اخلي قطرات يوافق، وشيفا بيروح هنا القطران وبيفضل يعمل
بيعمل له هنا مساج في رجله، والكل ساعتها بيشوفه هو مذلول هنا علشان كتران، وساعتها بيوافق هنا على سفر فيلاشي، وكتران كمان بيحط رجله هنا على دماغه، وشيفا كمان بيفضل ساكت وما بيقدرش يتكلم علشان الست الغلبانه. والولد ساعتها الصغير ده بيروح يودع اهل القريه علشان مسافر، وفي نفس الوقت بيجي كتران ورجالته بيقول للولد الصغير اركب معايا العربيه، والولد بيقول له بس انت قلت لي ان امشي من هنا، والولد الصغير ساعتها بيخاف منه وبيهرب، وكتران بيرمي حديده هنا على دماغه، والولد الصغير ساعتها بيكون واقع على الارض هنا، وبيقول لهم ان باجي هو السبب في اللي احنا فيه ده وفي اللي احنا عايشينه كمان دلوقتي، وان مفيش حد يخرج من المكان ده عايش، واي حد هيفكر يمشي من هنا انا هقتله، واي حد هيحاول انه ينقذ الولد الصغير ده انا كمان هقتله. وام الولد ساعتها بتنادي هنا على الولد علشان يركبوا الباص، والناس كلها ساعتها بتفضل هنا تعيط علشان مفيش حد قادر ان هو يساعده، والولد الصغير بيكون لسه واقع على الارض ودماغه عماله تنزل دم. وشيفا اول ما بيوصل المكان هنا بيكون مصدوم قوي من المنظر، وماهش بيقول له ان كتران ضحك عليهم وقال لهم ان مفيش حد هيخرج من هنا، وكمان ضرب الولد الصغير ده في دماغه وقالوا ان هيقتل اي حد هينقذه. وشيفا ساعتها بيتعصب قوي من اللي حصل، وبيكون عاوز يتخانق هنا مع كتران، لكن بدران بيحاول ان هو يمنعه علشان كان خايف ان كتران يقتله. وبيروح شيفا ساعتها علشان ينقذ الطفل الصغير، وبيلاقي رجاله كتران كلها قدامه، فبيضرب ده وبيخلي صاحبه ساعتها ياخد الولد ده على المستشفى، وكتران ساعتها بيروح هنا يهجم عليه، لكن شيفا بيضربه، وهما الاتنين بيفضلوا يضربوا ببعض هنا. وشيفا ساعتها بيقع هنا على الشاطئ ده، وكتران هنا بيفضل يخنقه، واشوك بيكون شايفه من بعيد وبيكون فرحان فيه قوي، بس شيفا بيشوف بدي اللي اشوك دفنها في الرمل، فبيمسكها وبيضرب بيها كتران هنا. وشيفا ساعتها بيخلص هنا على كتران وبيموته، وهنا نايدو بيكون فرحان قوي علشان شيفا قدر يقتله. وشيفا ساعتها بيقول له احنا مش هنعمل اي حاجه غلط تاني، ونايدو بيقول له ان مفيش حد هيسيبكم في حالكم، وان كتران مات بس لسه باقي ده غير اخوه خالص وناس كتيره قوي، ومفيش حد فيهم هينفعك غيري بس. وشيفا ساعتها بيرفض طلبه وبيخرج من المكان ده، ونايدو بيقول له اوعى تفكر نفسك اللي انت بطل عشان قدرت اللي انت تقتل الكتران، انت بكره هتشوف ايام ما يعلم بيها الا ربنا. وفي نفس الوقت ده بيجي لنايدو هنا تليفون، وبيقول لشيفا ان باجي هجم على القريه وبيقتل الناس كلها، وباجي هنا بيكون في القريه وبيخطف العيال الصغيره، وبيحط العيال كلها في اتوبيس كبير، والاهالي العيال دول كانوا بيتحايلوا عليه علشان يسيبوا العيال. وبدران بيقول لاخت ماهش انا حذرت قبل كده من اللي هيحصل، وانا مش هقعد هنا اعيط زيكم وهروح اشتغل مع باجي. وبدران ساعتها بيمثل ان هو مع رجاله باجي، وبياخد العيال هنا وبيخبيهم، وبيقول لهم ما تخافوش ومحدش يطلع صوت خالص. وباجي ساعتها بيشوف بدران هنا وبيعرف ان هو بيضحك عليهم، وبيطلع العيال اللي هو مخبيها تحت القارب الصغير. وباجي ساعتها بيجيب ساطور هنا وبيضرب، وبدران بيجري بعيد وبيقع على الارض. وفي نفس الوقت ده بيجي شيفا وبيفضل يعيط هنا وبيفتكر ذكرياته مع بدران. وساعتها شيفا هنا بيقوم وبيتحول عليهم وبيضرب رجاله باجي كلهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. وباجي ساعتها بيهجم هنا على شيفا، وشيفا ساعتها بيشيله وبيرميه هنا في التين. وشيفا ساعتها بيكسر هنا ظهره وبيقتله بالساطور في بطنه. وبيروح لنايدو هنا مع رجالته بيكسر باب المكتب، وبيكون واخد معاه جثه باجي علشان يخوفه، وبيقول له اوعى تفكر نفسك اللي احنا بعد كده هنبقى عبيد عند حد. ونايدو ساعتها بيخاف وبيقول انا هعمل اللي انت عاوزه. وشيفا ساعتها بيحط رجله هنا على جثه باجي وبيضرب الخريطه دي على ناحيه المينا، وبيقول للوزير ان القريه اللي عند المينا بتاعتهم، واي حد هيقرب منها هنحرقه، واي حد بس هيحاول ان هو حتى يكلمنا هنقتله هو وكل اللي معاه. وبيقول لهم ان قريب قوي البحر ده هيكون دم. واهل القريه ساعتها بيتجمعوا كلهم قدام مكتب نايدو، وشيفا بيقول لهم ان محدش فيكم هيعيش في خوف تاني، ومن دلوقتي احنا هنتحكم هنا في كل حاجه، وانا اللي هجيب لكم الاكل والشرب وكمان السلاح. والناس كلها ساعتها بتكون فرحانين قوي وبيهتفوا باسم شيفا. واشوك بيكون واقف وشايف الناس كلها بتهتف هنا باسم اخوه، وبيفتكر لما مامته ادت له هنا سلسله وقالت له ان هو هينجح هنا وهيكون حاجه كبيره قوي. وتاني يوم نايدو بيروح على المستشفى، والصحافه بتسال على اللي حصل في القريه ومين اللي قتل باجي ورجالته. ونايدو ساعتها بيكون حاطط هنا جماعه الاكسجين وبيكون مش عارف يتكلم معاهم، ومساعد نايدو هنا بيدخل عليه الاوضه وبيقول له ان الصحفيين مشوا. وبنعرف ان نايدو كان بيمثل هنا عشان ما يتورطش في قتل باجي، وبيقول له انا خايف قوي من بهاري اخو باجي بعد ما يعرف هنا اللي حصل. وبيقول له ساعتها عرف الناس كلها ان حالتي خبا. وبيخرج نايدو من المستشفى وبيروح لشيفا، وشيفا بيقول له كل عقود الشغل اللي بيننا لازم تكون قانونيه، وكمان مش هنخلي الاولاد الصغيرين يشتغلوا معانا. وشيفا بيجمع كل اللي كانوا شغالين مع باجي وبيقول لهم محدش فيكم هيدفع رشاوي تاني، وكل واحد هياخد ارباحه ويوزعها على العمال اللي عنده، وكل الفلوس اللي اخدتها من باجي هنساعد بيها الناس. والناس كلها ساعتها بيوافقوا، ونايدو بيكون متضايق قوي. وفي نفس الوقت بيجي بهاري هنا المكان وبيقول لشيفا انت وصلت للمنصب ده بعد ما
قتلت اخويا، وانك مش هتعرف دلوقتي تكون قائد الا لما تفتري وتكون ظالم مع الناس. فبيطلع شيفا ساعتها قنبله وبيرمي الفتيل بتاعها هنا، وبيفضل يقرب من بهاري اللي كان عمال يرجع هنا لورا علشان ساعتها بيكون خايف منه قوي، وفي الاخر بيرمي قنبله هنا وراه وبيفجر كل البضاعه اللي اخدها من باجي. وشيفا بيقول لبهاري هو انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه غير انك تقتل الناس وبس، لكن في الحقيقه انت اصلا جبان وبتخاف من الموت، وقريب قوي هتموت وهيكون كمان على ايدي. وتاني يوم بنشوف ناس هنا بتتفق مع مامة اشوكا وعاوزين منها طلبيات مخلل كمان يومين، واشوكا بيكون قاعد في البيت هنا ومش عاوز يشتغل، ومامته بتقول له انا ما بقتش قادره بقى اشتغل وانت لازم تكمل مكاني. واشوكا بيقول لها انا هقدر اغير حياتنا كلها للاحسن. وبيرجع للقريه هنا وبيروح لاخته مهيش، واول ما بيشوفوه من بعيد هنا بيهجموا عليه وبيضربوه. واشوكا ساعتها بيمثل وبيقول لهم اقتلوني انا مش عاوز اعيش تاني. وبيقول لماهش هنا انا كنت جاي هنا اعتذر لاختك بس انت فهمتني غلط. وبيقول له ساعتها شيفا مامتي ماتت من الصدمه بعد ما عرفت اللي انا بعمله، وكان نفسه هنا يحقق حلم مامته ويعيش حياه شريفه. وشيفا ساعتها بتعاطف معاه وبيقول لماهش هنا خده شغله معانا. وبعدها بيروح هنا البهاري وبيقول انا اشتغلت مع شيفا، وبيتفق معاه علشان يقدروا يقتلوا شيفا. وبهاري بيقول لو حصل اي غلطه انا هقطع راسك. وتاني يوم نايلي هنا بتروح لشيفا وبتمثل ان هي مغمى عليها، واول ما رجالته هنا بتمشي بتصحى وبتهزر معاه، وبيكون ماشي هنا معاه بالعربيه بتاعته. وفجاه شيفا بيلاقي اشوك واقف قدامه في نص الطريق وبيقول انا عرفت عنوان مامتك فين. وشيفا بياخد العنوان هنا وبيروح هناك بسرعه، لكن هو هناك بيكون محضر له كمين، ورجاله بهاري كلها هنا بتكون موجوده على الطريق وبيضربوا عليه نار علشان يقتلوه، لكن شيفا ساعتها بيخلص عليهم وبينزل نايلي من العربيه، وبعد كده بيرمي العربيه عليهم هنا وبيفجرها. واشوك ساعتها بيرن على واحد بالنوم علشان يسمع خبر موت شيفا، لكن شيفا هو اللي بيرد عليه وبيسمع صوت اشوك. واشوك ساعتها بيكون مصدوم هنا، واول ما بيسمع صوت شيفا هنا شيفا ساعتها بيعرف ان اشوك خاين. وشيفا ساعتها بيروح عند اشوك علشان يقتله، واول ما بيدخل المكتب بيلاقيه هنا قاعد ولا كأن في حاجه حصلت. واشوك ساعتها بيحكي له هنا على الحريقه اللي حصلت في القريه من 12 سنه. وشيفا هنا بيكون فرحان قوي لما بيعرف ان اللي قدامه ده يبقى اخوه، وبيقول له انا وانت اخوات بس من اب واحد، وانا بغير منك قوي من زمان وعاوز اقتلك كمان، وانا بقى كدبت على مامتي وقلت لها انك مت في الحريقه، وكمان رحت اشتغلت مع بهاري علشان عاوز اقتلك واخلص منك خالص. وشيفا بيقول انا مستعد اعمل اي حاجه علشان اعرف بس مكان ماما فين. واشوك ساعتها بيطلع المسدس وبيهدد هنا شيفا بالقتل، وبيتصل بمامته وبيقول لها انا عرفت ان شيفا لسه عايش وبيقتل الناس، وكمان عايز يقتلني انا وانا خايف قوي علشان هيقتلني. وكمان بيقول لها ان هو هجم عليه وبيضرب نار هنا ببطنه. وساعتها مامته هنا بتكره شيفا طول العمر. واشوك بيقول له انت دلوقتي من نظر ماما بتكرهك، وكمان لو قلت لها الحقيقه هتنصدم فيه وممكن تموت كمان. وشيفا هنا بيكون خايف قوي ان والدته تعرف الحقيقه، وبيودي اشوك هنا على المستشفى علشان ينقذه قبل ما يموت. وبينصدم شيفا هنا اول ما والدته بتيجي من بعيد، وبيكون مش قادر هنا يقول لها الحقيقه. وهي لما بتشوفه من بعيد بتقول له انت بقى شيفا اللي الناس كلها بتحبه، وفي الاخر تطلع قاتل وقتلت ابني قبل ما يكتشف هنا حقيقتك. وشيفا ساعتها بيرجع هنا على الشاطئ وبيفتكر انه كان مع والدته هنا في نفس المكان، وبيفضل يعيط علشان كذب عليها تاني وما عرفهاش الحقيقه. وتاني يوم دول بيروحوا لام اشوكا علشان ياخدوا منها المخلل، وام اشوكا ساعتها بتقول لهم ان هي لسه ما خلصتش. وشيفا ساعتها بيوصل المكان مع نايلي وبيلاقي مامته هنا مش قادره تشتغل وتعبانه قوي، فبيقرر ان هو يخلص الشغل مكانها وبيعمل هو المخلل. ومامته هنا ساعتها بتسمع صوت وبتصحى وبتلاقي نايله هنا قاعده قدامه، وبتعرف ان هي خلصت الشغل كله وعملت كمان البرطمانات. وشيفا بيقول لاصحابه ان والدته لازم تعيش في مكان تاني، وبيقول ان اشوكا مش هيرضى هنا ياخد منه فلوس. وشيفا بيروح لمكتب المحامي علشان يسلم فندق هنا لاشوكا بعد ما يخرج، والمحامي بيقول له ما تخلي اشوكا هو اللي يمضي عليه بنفسه. والمحامي ساعتها بيخاف من شيفا هنا وبيمضي على التوكيل عشان يسلم الفندق لاشوكا. وتاني يوم بيخرج اشوكا هنا من المستشفى، وبيكون نايدو هنا مستنيه بره علشان عاوزه هنا يشتغل معاه، وبيقول انا عرفت انك شجاع وكمان وقفت قدام شيفا، وانا هستثمر فلوسي كلها معاك وانت اللي هتدير كل حاجه، والشغل ده هيبقى بيني وبينك وبس. وشيفا ما يعرفش عنه حاجه، وبنعرف ان شيفا هو اللي متفق مع الوزير علشان اشوك يشتغل معاه. وبعدها اشوك هنا بيوصل للمينا وهو راكب عربيه، وبيكون شكله متغير خالص ولابس هنا باروكه. وشيفا بيكون فرحان بيه قوي وبيقول له تعالى اقعد جنبي. واشوك ساعتها بيديله هنا دعوه علشان يحضر هنا حفلته في بيته الجديد. وشيفا بيروح هنا بيت اشوك الجديد مع نايلي، واشوك ساعتها ما بيرضاش يدخل البيت هنا، وبيقول له انت مجرم، وبيقول له انا خليتك تيجي هنا علشان تشوف ازاي انا عايش حياه شريفه، ودلوقتي مامتي بقت بتحبني انا اكتر منك علشان انا انجح وهتفضل طول عمرك بعيد عنها، وخايف تقول لها الحقيقه. وفي نفس الوقت ده ام اشوك ساعتها بتعلق صوره كبيره قوي لشيفا جوه
جوه البيت وبتقول للراجل خلي بالك دي صورة ابني الغالي. واشك ساعتها لما بيشوف كده بينصدم. وهنا بهاري بيروح يقابل شيفا وبيقول له انت كسبت المره دي وانا بصراحه معجب بطريقتك قوي وعاوز اكون من مشجعينك كمان. وبيقول انا عرفت ان اشك عاوز يقتلك علشان كده قررت ان انا انتقم منه وحطيت قنبله في المعبد وان اشك ومامته هناك دلوقتي وهيموتوا في اقرب وقت. فبينصدم شيفا هنا وبيطلع يجري بسرعه علشان يلحق مامته واخوه. واول ما بيوصل المعبد هنا بيلاقي بهاري ساعتها بيتصل بيه وبيقول له انا كان قصدي على معبد تاني واني فاضل دلوقتي 5 دقايق بالظبط وهيموتوا. وشيفا اول ما بيوصل المعبد هنا بيلاقي مامته هنا لسه وبيتفاجئ اول ما بهاري هنا بيجي ناحيته فبيجري عليه هنا علشان يقتله. فبيلاقي اخوه اشك ماشي معاه وبيعرفوا ان هما الاتنين متفقين مع بعض هنا من الاول. واشك ساعتها بيخلي مامته هنا تتعرف على بهاري ان هو جاي هنا وادالي العقد. وشيفا ساعتها بيكون مصدوم من اللي هو سمعه وبهاري بيبص عليه من بعيد وبيكون عارف ان اشك اخوه ومامته هي اللي ربته. وهنا شيفا بيروح لاشك هنا البيت وبيقول له هو انت مش مكفيك الشغل وكمان البيت اللي انت عايش فيه وازاي تخلي واحد زي بهاري ده يبقى شريكك. واشك بيقول له انا مش جبان زيك علشان اخاف من بهاري. وشيفا بيقول له بهاري ده هيستغل مامتك علشان يقدر هنا يتحكم فينا وساعتها لو وقفت ضده ممكن يقتل مامتنا. واشك بيقول له خليه يقتلها دي امي انا مش امك انت. وشيفا ساعتها بيتعصب عليه هنا وبيضربه بالقلم وبيقول انا خليتك عايش بمزاجي لو امي جرالها اي حاجه انا خليك تتمنى الموت. وبيحبس شيفا ساعتها اشك هنا في اوضته وبيخلي عليه كمان حراسه. ومامة اشك بتقول له هو انت ليه جبتنا بيتك بالغصب كده انت لو طمعان في البيت بتاعه خده احنا اصلا مش عايزينه. وشيفا بيعيط من كلامها وبيكون مش عارف يقول لها حاجه. ومامته ساعتها بتبوس رجله علشان يرضى هنا يسيب ابنها اشك. وبيخرج يقعد هنا مع ماهش ونايلي بره البيت. وماهش بيقول له ان والدته رافضه تاكل ولا تشرب اي حاجه خالص. ونايلي ساعتها بتعمل نفسها هنا مخطوفه وبتدخل اوضه مامة اشك وبتقول لها ان شيفا خطفني وحبسني 3 ايام من غير اكل وشرب. ومامة اشك ساعتها بتقول لها تعالي كلي معايا. ونايلي بتقول لها انا خايفه يمكن الاكل مسموم. اشك ساعتها بتقوم تحط الاكل هنا وبتاكل هي منه الاول ونايلي بتخليها تاكل معاها. وشيفا ساعتها بيشوفها من الشباك وبيكون فرحان قوي. وهنا بيكون في احتفال في القريه وبيطلع واحد لابس حزام ناسف فوق سطح وبيقول لهم ارموا الاسلحه دي ونادوا هنا على شيفا دلوقتي. وشيفا ساعتها بيطلع فوق سطح هنا وبيقتل الولد ده وبيقول لماهش ازاي الولد ده قدر يطلع هنا. وفي نفس الوقت بيشوفوا عربيه بهاري هنا بتكون خارجه من البيت وبيكون عامل كل ده علشان يقدر يخطف امه من البيت. وشيفا بيقول لكل رجالته يقفلوا كل الطرق قبل ما يخرج من المدينه. وبهاري بيوصل هنا المصنع اللي جنب المينا ورجالته كلها بتكون هناك وبيقول لرجالته خلي بالكم من ام اشك. واشك ساعتها بيشكر بهاري هنا علشان انقذه هو ومامته من شيفا. وبهاري بيقول لكل رجالته اللي يشوف شيفا هنا يقتله على طول. وشيفا فعلا بيكون داخل المصنع هنا وجه وبيقتل اي حد هنا من غير اي رحمه وكان بيقتل واحد ورا التاني من غير ما يعمل اي صوت لحد ما بهاري بيعرف ان هو وصل. وبيقول لاشك احنا لازم نوقعه في الفخ اللي عملناه ولازم نلاقي طعم علشان نقدر نصطاده فيه. واشك بيقول له فكره حلوه بس فين الطعم. وبهاري بيضرب اشك هنا بالحديده على راسه وبيقول له انت الطعم. واشك ساعتها بيكون مصدوم وبيقول له هو احنا مش متفقين مع بعض. وبهاري بيقول له انت مش شايف نفسك شيفا هو اللي ادالك العقد والفلوس وخلاك غني وانا كنت بضحك عليك من الاول علشان اعرف انك نقطه ضعفه. واشك بيكون مصدوم هنا بعد ما عرف ان اخوه هو اللي خلاه غني كده. وبهاري بيقول له انا عرفت انكم اخوات وكان لازم استغل الموضوع ده. وبيسمع بهاري هنا صوت الونش وكان جاي ناحيته وبيرمي ده من فوق وبيكون واقف هنا وراه وبينزل. وبهاري بيقول لرجالته يهجموا عليه. وشيفا ساعتها بيضربهم كلهم وبيخلص عليهم. واشك بيشوف اخوه هنا بس ما بيكونش عارف هنا يدافع عنه. وبهاري ساعتها بيمسك موتور حديد هنا وبيرميه على دماغ شيفا لكن اشك ساعتها بياخد الضربه مكانه وبيصرخ. ومامة اشك هنا بتسمع صوته وبتقول حد ينقذ ابني. وشيفا ساعتها بيشيل اخوه هنا علشان يوديه المستشفى. وام اشك بتشوف شيفا هنا بيتخانق هنا وابنها مرمي على الارض وبتفتكر ان شيفا هو اللي عمل فيه كده. وبتلاقي مسدس هنا وبتهدد شيفا ساعتها بالقتل. وبينصدم شيفا هنا اول ما بيشوفها قدامه. ومامته ساعتها بتضربه رصاصه هنا في صدره وبتجري على اشك علشان تطمن عليه. وبتقول لشيفا وانت عملت كده ليه. وبتكون مصدومه هوي لما بتشوف السلسله اللي هو لابسها وبتقول ان السلسله دي ابن شيفا كان لابسها وهو عنده 12 سنه. وبتسال شيفا ساعتها انت لقيتها فين. وشيفا بيقول لها لو حلفت ولا لا انا بقول الحقيقه. وام اشك اول ما بتسمع الجمله دي بتعرف ان ده شيفا ابنها الحقيقي علشان هو اللي كان بيقول لها نفس الجمله دي لما كان صغير وساب البيت. وراحت له ساعتها وبتعيط وبتقول انا كنت فاكراك اللي انت مت من زمان. وفي نفس الوقت بيظهر بهاري هنا وبيضربه. وشيفا بيقوم وبيضربهم كلهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيخلص على بهاري. وبعد مرور 3 شهور بيكون اشك وشيفا هنا لسه عايشين وبيتصالحوا مع بعض وبيرجعوا يعيشوا مع بعض من اول وجديد. وامهم كمان كانت في وسطيهم
ويبداوا حياه سعيده من اول وجديد. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وترخيصي ما تنسوش اللايك. لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.